بقول لك ايه يا حسين يا شحات يا ابني؟ الماتش اللي جاي لينا في كاس العالم للانديه مع بالميراس البرازيلي. وزي ما انت عارف بتوع البرازيل دول هم معلمين الشغلانه ووارثينها ابا عن جد. فشد حيلك كده معانا علشان ربنا يكرمنا ونفوز. انا مش عايزك تقلق خالص يا معلم ريفيرو. واذا كان هم معلمين في الشغلانه فاحنا الشغلانه نفسها. ولا تقول لي بالميراس ولا برازيل، احنا الاهلي وهنخليهم في الملعب زي المخابيل. والله انا ما خايفش من حد غير منك انت. ده انت جبت لي ذبحه صدريه في ماتش انتر ميامي، واخد الكرة وعمال تجري بيها وخاربها، وانا قلت الواد حسين ده هيخلص الماتش، وفي الاخر ولا رضيت تباصي ولا رضيت تشوت، وبتاع انتر ميامي خدوا الكرة منك. عملت زي فيلم غبي منه فيه لما هاني رمزي قعد يجري بالموتوسيكل ومش عارف يوقفه، وقعد يزعق ويقول محدش بيعرف يوقف موتوسيكلات هنا. قشطة عليك يا معلم ريفيرو، ده انت متابع افلامنا وحركاتنا اهو. وبعدين انا كنت خلاص حددت الزاوية وهشوط الكرة في الجون، لقيت الواد المدافع بتاع انتر ميامي بيقول يا سحس يا سحس، فرحت ملتفت نص ثانية، راح هو واخد الكرة. مش عارف جاب اسم منين ابن التايهة ده. ما هو اسمك على التيشيرت يا ابو النصاحة. بقولك ايه، قبل ما تنزل في ماتش بالميراس ده غطي اسمك اللي على التيشيرت بأي حاجة علشان محدش يندى عليك تاني. وبعدين مش عايز الكرة تقعد في رجلك 3 ثواني على بعض، الكرة تجيلك تبصيها على طول حتى لو بتوع الفريق التاني. ايه اللي بتقوله ده يا عم ريفيرو؟ على فكرة كده غلط على الزلط. وبعدين انت سبت ضربة الجزاء اللي ضيعها تريزيجيه وال200 جون اللي ضيعوها المهاجمين، وجاي تمسك في الكرة بتاعت اليتيمة اللي كانت في اخر الماتش. وعلى رأي الاغنية اللي بتقول ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، جون لكل مظلوم وتسلل على كل ظالم. ماشي يا عم حسين الحجار، ده انت ايامك مش فايته معايا. واوعى تفتكرني زي مارسيل كولر والهيصه اللي كان بيعملها دي. انا كل حاجه ماشيه عندي بالدقيقه والثانيه واللحظه. ده انا بدخل الحمام بيبقى معايا ستوب ووتش وببقى ظابطها، واول ما الوقت يخلص بقوم على طول حتى لو لسه مزنوق. وانا بقول من ساعة ما جيت تدربنا في الاهلي وفي ريحة غريبة كده. وبعدين يا سيدي ماشي، اللي انت تشوفه انا هعمله، بس خلي بالك العبد لله اللي قدامك ده لعبت في كاس العالم للأندية اكتر ما بروح افول في البنزيمة. انا بفضل الله المرة دي سادس مرة ليا في البطولة، وجبت جوان في 4 نسخ مختلفة: 2018 و2021 2022 و2023، ولعبت 16 ماتش. يعني المفروض تخليني اساسي وما تبدلنيش خالص. والله انت باين امك دعيالك يا واد يا حسين. ده انا كنت هطلعك بره ال18 بس للاسف الواد طاهر اتصاب، فانا مضطر اخليك مكانه وربنا يسترها بقى. المشكله ان العيال بتوع بالميراس دول بيلعبوا بالبيضه والحجر وكلهم مهاريين، وما تعرفش تاخد الكره منهم خالص. عم ريفيرو صلى على النبي واحد الله في قلبك، دي فرقة عيانة. دول اتعادلوا مع بورتو 0-0 وترتيبهم السابع في الدوري البرازيلي. وبعدين الاهلي فاز على بالميراس ده في 2020 وفي نفس البطولة. يا باشا انت بتدرب ملك افريقيا، يعني جمد قلبك وما تخافش من اي حاجة. ربنا يطمنك يا واد يا حسين. لا انا كده خلاص هخليك اساسي في الاهلي، بس امان عليك امان عليك يا شيخ. لا تبصي على طول لاي حد قدامك، وما تقعدش تفضل تجري بالكوره لحد ما تتاخد منك.